واش ندمتي اللي خليتي خدمتك وخليتي دارك وجيتي لأمريكا؟ واش تستاهل انك تخلي كل شيء بعد انك بنيتي حياة وكانت عندك خدمة ستابل، كانت عندك دارك، طوموبيلتك، عندك سالير زوين، عندك كل شيء، وتخلي كل شيء وتجي لأمريكا باش تبداي من الزيرو؟ دابا 6 سنين نقدر نقولك هاد السؤال كيجيني كل يوم، واش ما ندمتيش؟ خاصة المغاربة، ما كنهضرش على جنسيات اخرى لان ظروفهم مختلفة على ظروفنا. مثلا اغلب العرب اللي كيجيو هنايا جايين ريفوجي هاربين من الحرب، ظروفهم مختلفة على المغاربة كيجيو لانهم اختاروا يجيو. الحمد لله على بلادنا. كنجاوب لكل واحد طبعا، ولكن اليوم بغيت نهضر في هذا الموضوع لان حاسه هذا السؤال كاين موجود وبزاف الناس متردده باش تاخذ هذا القرار. واش تزعم تاخذ القرار ولا لا؟ واش ندمت؟ الجواب بشكل مختصر طبعا لا، ما ندمتش. علاش نقول لكم ما ندمتش؟ كيجيو لحظات ماشي دابا ولكن في الاول، نقدر نقول لكم عامين الاولى، غيكونوا هذوك كيجيوك هذوك اللحظات، خاصة من كتكون دوز بواحد الظروف شوية صعيبة ولا، وكتجيك هذاك الإحساس ديال واش داني، اش داني لهادشي كاع. أنا كنت في داري خدامة مستقلة، ولادي في مدرستهم، اش داني؟ أنا في هذيك اللحظات باش كنت كنجاوب راسي علاش خديت القرار في الأول. لو كان كنت مرتاحة 100% أو عايشة، واخا كان عندي سالير، واخا كانت عندي طوموبيل، واخا كانت عندي دار، واخا كانت عندي دار واحدة أخرى whatever، لو كنت مرتاحة 100%، أصلا الفكرة ديال الهجرة ما غاديش تجيني في راسي. كنولي نفكر راسي أنه مادام أنني فكرت في الهجرة واحد النهار وأنا عايشة لا ستابيليتي كما كنقولوا، مادام أنني فكرت فيها واحد النهار ودرت هاد الخطوة، إلا ولا كان عندي دي ريزون، وهادوك لي ريزون طبعا راه ماشي غير باقيين، راهم دوبلاو وتريبلاو دابا في الظروف اللي حنا عايشين فيها حنايا دابا. كإنسان فلوس ولا سالير ولا ستابيليتي فينانسيير ماشي هو معيار النجاح ديال اي انسان، ولا معيار السعاده، باش ما نقولوش النجاح، لان النجاح صديق. معيار السعاده ديالنا ماشي هو شحال عندك في البزطام ديالك، نو شي مرات كتكون خدام وسالير كيدوز، ولكن كتفيق الصباح وانت غادي لديك الخدمه فيك مقجوج باغي غير تكمل دوك السوايع. وفاش كتكون كتخدم في هاد الظروف هادي ما غاديش تعطيك ديك الخدمه، وديك الخدمه ما غاديش تعطيك ديك لا ساتيسفاكسيون اللي غتعيش بها مزيان كانسان سوي. كنهضروش على حيت الخدمه سي فغي راه كتعطينا لا ستابيليتي فينانسيير، ولكن كتعطينا حوايج اخرين، كتعطينا اون ساتيسفاكسيون بيرسونيل، كتعطيك هذاك الاحساس انك كتعطي للمجتمع ديالك شي حاجه كتزيدها. من فاش ما تكونش مرتاح ما تقدرش تعطي في ديك الخدمه، غتبقى ديرها بزز حيت راك مقجوج بهذاك لو سالير. في الحاله ديالي انا ان سيغتان مومون عشت هذا الاحساس. كنت كنفيق الصباح باش نمشي نخدم وانايا مجيف، مانيش غادي نخدم وانا مرتاحه. اي واحد يعطيني غير شي غومارك صغيره اللي غالبا غتكون في محلها، بارفو ما تكونش في محلها لان الناس طوب حجر، ولكن حتى لا ما كانش في محلها كانت داخله في خدمتي انني نجيريها، ماشي ناخذ موقف. انا واحد الوقيته صافي وصلت لواحد لو نيفو ديال لا ساتوراسيون كو ما بقيتش نتقبل اي غومارك ماشي هي هذيك، وليو باش نجيري ونقلب لا سيتوياسيون لصالحي كما كان خصني ندير، وليت كناخذ موقف وكنليسي طومبي كاع. ماني على هذا الحال كاع، ماني على هذا الحال. صافي هنا عرفت بلي ان
صافي هاد الخدمه صايي باش نبدلها هاد الخدمه ماشي بهاد السهوله. بالمغرب صافي فاش كتدخل فشي خدمه كتلصق فيها للاسف، تكبد راسك فيها تعطي داكشي اللي تقدر تعطي ولا ما تعطيش ولا وريفر، هي صافي تبقى بلا خدمه. شونجمون دو كارير او ماروك ما كاين، ما قرايتك خصك تعاود لها. ما عمرنا شفنا شي واحد 40 طون الى شونجي دو كارير. ما تقدر تبدل لا سوسيتي وي، ولكن غتبقى في نفس الخدمه، يعني تبقى في لا ميم كارير. ولا ما كنتش قادر تعطي في هذيك لا كارير هنا، راك ما غاتقدرش تعطيها هنايا، تعطي فيها هنايا، لان anyway هنا بدات فكره الهجره فريمون كتسلل لعقلي بواحد الطريقه بانت لي انه غادي وسيرتو كانت تجيني افكار اخرى. كنت كنقول دابا راكي صغيره وباقي فيك الجهد، وليداتك باقيين صغار، مصاريفهم حتى هما صغار على قدهم، وانتي بديتي تقرجي من هاد الحياه. دابا بقيت كنتصور راسي انه بنادم غادي يزيد يكبر في العمر، وولاد غادي يزيد يكبروا، ومصاريفهم غادي تزيد معاهم طبعا، وديك الساعه ماشي غادي غير نتقش وبالسيف عليا نبقى، لان خصهم يقراو. هذه الاولى. وهذه الفكره اصلا كانت كتجيني انه 17 عام انا كنت في المغرب، عايشه في مدينه صغيره ما فيهاش الجامعات، ما فيهاش، يعني ما يمكنش ولدك، ممكن ولكن خصو يجيب 19 في لا موين باش يقرا حداك. لو سول موين باش يقرا انك خصك تسافطيه، سواء على برا المدينه ديالك. تسافطيه معناه بايتشيك كامل خصو يتبعو كل شهر. ولقيت راسي غادي ندخل في واحد المعمعه، انايا مقربه للخمسينات والستينات، وانايا خاصني نبقى عابده لديك الخدمه باش نقري ولادي. وقلت لا ماشي هذه هي الحياه اللي راني باغيتها لا ليا، وماشي هذه هي الطريقه باش باغي نعيش انا وولادي. اصلا انا نبقى عابده في واحد الخدمه باش نصيفطهم يقراو ما عايشينش معايا، وما نقدرش نشوفهم وما نقدرش نصبر لهم، لان خصني نبقى نخدم بواحد الطريقه اللي انكرويابل باش نوفر لهم قرايتهم وهذا. ومحال ماشي محال، من مستبعد انهم يرجعوا لديك المدينه باش يديروا حياتهم، لان ما كان ما يدار. صافي قلت انا غادي نقطعها من دابا، وغادي نديهم دابا لواحد البلاصه اللي يقدروا يعيشوا فيها ويقدروا يخدموا راسهم، يقريو راسهم. ما نحتاجش انايا نهز هاد العبء. وفي نفس الوقت يا غادي يبقاو حدايا، وحتى لما بقاوش حدايا غادي يكون اسهل لي انني نبقى نمشي عندهم نشوفهم، ولا ما مشيتش عندهم نقدر نعيش حياتي في داك لاج اللي نورمالمون ابخي 20 عام ولا 25 ديال الخدمه، 25 عام ديال الخدمه نبغي نخرج نسافر ندير لو تور دو موند وريفر. المهم يكون عندك شي احلام كتبقى تاجل فيهم حتى يكبروا الدراري. ماشي من يكبروا الدراري انا نزيد نغرق نزيد نغرق باش نوفر لهم. ما كان هاد الفكره كانت كتجيب لي ماشي غير ستريس. صافي قلت سي فغي غادي تمشي لي خدمه، غتمشي لي واحد لا سيغتان ستابيليتي، ولكن لو غوندي في المستقبل ان شاء الله غادي يكون حسن بزاف، لا ليا ولا لعائلتي ولا لوليداتي ولا. سي فغي غادي نتكرفسو بتاتخ عامين، بتاتخ 3 سنين، بتاتخ، ولكن راني عاقله فاش ما كن. طبعا الفكره ما كانتش نشرت تماما حتى شديت الفيزا في يدي، وكانوا كاع لي رياكسيون في الكوتي نيجاتيف. طبعا ما يمكنش لا اكفس قرار في حياتكم غادي ديروه هذا، ما يمكنش تمشيو تخليو داركم تصاوبتو عشكم وغادي تشجوه. المهم راكم نفس السبيتش. لكن كنا متاكدين من راسنا شنو راحنا باغيين. الا واحد السيده الله يجزيها بخير وديما كنتفكرها، راني عاقله، قالت لي اوكي دابا تغيير حياه، تغيير مشوار، سميه كيما بغيتي. غادي تقولي بسم الله وغادي توكلي على الله، وغادي تسمعي مني كلمه وحده. قبل ما تكملي عامين ما تهضريش على راني فشلت، ما تهضريش.
اي حاجه وقعت لك في هاد العامين تشوفها انكيسي وغادي تكملي كملي كملي كملي. من تكملي عامين لقيتي راسك باقي في بلاصتك ما درتي حتى حاجه، ديك الساعه تقدري تسمحي لراسك يدخل لك الشك انه كان قرار ربما ماشي في بلاصتو، ولا ماشي انك خصك تراجعي عليه، ما كانش الرجوع ولكن بدلي الخطه. بصح قبل عامين ما تهضريش. وهذا الكلام نفعني بزاف دوك اللحظات ديال الضعف اللي كانوا كيجيو في الاول، لان انا كنت انسانه خدامه 16 عام قبل ما نتحرك من المغرب. كانت عندي طوموبيلتي، كان عندي مون انديبوندونس فينانسيير، كان المهم من وجينا للاسف مع الكورونا. اي دونك الولاد كانوا عندي في الدار، ما قدرتش نخدم. سيرتو بنتي صغيره، واخا رجعوا الوليدات يعني ابخي ان سارتان ابخي ان سارتان مومون، بنتي صغيره كانت باقي عندها 4 سنين، دونك ما قدرتش ندخلها للدراسه. ما كنتش خدامه في الاول، وهاد المساله كانت كتسبب لي احباط، نقدروا نقولوا احباط، لان كنت نحس راسي ما عندي حتى شي فالور اجوتي، ما كنزيد شي حاجه لا لداري سي فري كنت مقابله ولادي ايتو. وي ما هنايا مثلا في المغرب كان خص تقابل لهم مع دراستهم، تقابل تمارين، تقابل لهم ورك، تقابل. هنا نو، ما نروح نعقل. اول حاجه قلتها الاستاذه ديال ولدي، قلت لها كي ندير نعاونو، قالت لي اعطيه الحب، اعطيه الحنان، هذا هو اللي نستناه منك. اي حاجه اخرى هذاك الدور ديالي انا ولا اسيستانت ديالي، ماشي الدور ديالك. دونك ما ما كانش ما كان ما يدار، ما كان ما يدار. كان نوض، كان طيب نخمل كأي ام، وصافي داك السي فيش فيه 2 كوا. ومن بعد صافي الفراغ التام. وهذيك القضيه ديال انني جو ديبوند مون ماري، اشاك فوا خصني نحتاج شي حاجه خصني نقول له، هو ما مولفنيش نقول له اصلا. لان كاين شي رجال اللي كيكونوا داين مراه جالسه في الدار عندهم ان ريفلكس انها راه غادي تحتاج. انا حيت راجلي ما عمري كنت ديبوندونت ليه فينانسيغمون، ما كانش عنده هاد الريفلكس، ما كانش يفكر انه ربما خصني، ولا راسو تحلف بالو يقول راه نعطيها ولا نو. كان خصني نحتاج انا نطلب، وانا ما ولفتش هذيك القضيه. هذا مشكل اخر كان طرالي. دونك هاد المشاكل اللي كانوا طراولي ماشي ما عندهمش علاقه بانني ما يوصلوكش انك تندم على هذا القرار. الحمد لله فاش بنتي دخلت المدرسه ودخلت وقريت، ومن بعد خدمت وعطيت في خدمتي، صافي المسائل مشات في المسار ديالها اللي كنت متخيلته، وحسن كاع الحمد لله. فوقاش نتاكد مزيان انه احسن قرار درته هو هذا؟ فاش كان رجع زياره للمغرب، رجعت مور عام ونص، ومشيت بواحد الشغف انكرويابل. والحمد لله شفت حبابي، شفت صحابي، شفت بلادي، شفت. ولكن كان تأكدت أنه أحسن قرار درته هو أنني تحركت. موراها عاوتاني فاش كملت 3 سنين رجعت، وزدت هذيك المرة تأكدت، ماشي غير بالمرة، لقيت المسائل زادت مالوغوزمون في واحد لو سونس اللي كنت متخيله. فاش كانت الأزمات كتقرب كتبدي، وكنت نقول المسائل راها غاديه، حنا يعني انا وماماغي ولا جينيراسيون ديال الناس بحال سلكنا قرينا، خدمنا، كان عندنا دي سالير بلو موان زوينين في اناج صغير. ولكن فاش كنشوف هاد لا جينيراسيون مساكن، راه سي انكرويابل. واخا يقراو، واخا لو تو ديال الشوماج طالع بواحد الطريقه خياليه، سي دي جون اللي مساكن عايشين في واحد لاغ ديال السوشيال ميديا اللي كلشي اكسبوزي، وكيشوفوا الناس كيف عايشين، ويشوفوا الموند كيف داير، وكيشوفوا بلي هما عندهم ابسط الحوايج. وزعما ماشي هكا كنت باغي ولادي يعيشوا، واللهم لك الحمد درت هاد الخطوه، كانت احسن خطوه. علاش درت هاد الفيديو؟ درت هاد الفيديو لكل واحد راه باقي عنده ذره شك، بيان سور اللي عنده لا بوسيبيليتي، ما كنهضرش على واحد غادي اللي عنده هاد الفكره كدور له في راسو انه يبغي يبدل حياته في اناج اللي هو ماشي 20،
يبغي يبدي من جديد مور ما تكون درت واحد الحياة في بلادك ووصلت لشي نتائج مرضية بالقاموس ديال المجتمع ديالنا. مرضي هو انك تكون عندك الدار والطوموبيل وعندك سالير ومزوج وجايب وليدات. هذا هو اقصى نجاح في المجتمعات العربية ديالنا. الا كنت تفكر خارج الصندوق كيبان لك بلي النجاح ما مقتصرش على هاد الحوايج. كاين حوايج اخرين كتفكر فيهم باغي ديرهم، ولو فات انك تكون العبد الان سالير ولا دير دار بالكريدي وتبقى تابعها 30 عام باش تخلصها وما تقدرش تتحرك ودير حتى شي حاجه، وباغي دير حوايج اخرين من غير هادشي، وعندك فرصه ديال الهجره. كنهضر على امريكا لان اوروبا ما عشتش فيها وما عارفاش، دونك كنهضر بعدا على هاد القاره الامريكيه. وجاتك فرصه ما تترددش ونهار ديرها اجي وصبر. لان فاش كنشوف ناس خاصه اللي خدامين في التعليم كيجيو هنايا من بعد 4 شهور كيمشيو بعدا اصلا ما كيقطعوش مع البلاد، كيديروا ميزا ديسبوزيسيون كيجيو باش يجربوا. هادوك ما غينجحوش لان فاش كتجي راك كتبدا من الصفر. راه فريمون كتبدا من الصفر. دونك الاول كيكون صعيب. الا خليت راسك مربوط بالبلاد وعارف بلي لا رجعت عندك دارك سوا ديزون كريدي وعندك سالير وعندك صافي اوف كورس غادي ترجع. ولكن فاش غادي ترجع لنفس الظروف اللي خلاتك تفكر في الهجرة قبل. دونك فاش كتجيك فرصة بحال هادي اون لا سيزي ونمشيو ونتحركوا شويه بصح ماشي نقولكم راهي تكون سهله، لا راه خاص شويه ديال التمير، خاص شويه ديال الصبر، وخاص بزاف ديال الثقه في النفس والله يسهل على كل واحد. ان شاء الله هذا الفيديو ينفع اي واحد راه عنده ذره ديال الشك، اي واحد باغي يدير هذه الخطوه ولكن خايف وما زعمش. انا نقول توكل على الله، لانه الله سبحانه وتعالى ما يخليك حتى في بلاد هنايا ربي راه معنا فين ما مشينا، كسوسو في بلادنا ولا في بلاد الناس ولا وهذيك بلاد الناس راه سيغتامون ما صافي تحس بها ولات بلادك. صافي انا دابا ابخي 6 سنين صراحه اي فيل هوم. كنحس راسي بلي راني عشت هذه 6 سنين، كنحس راسي بلي عشت حياتي كامله هنايا وصافي ديك لا ستابيليتي اللي كتكون كتقلب عليها كتلقاها. اللهم لك الحمد. نتمنىها لكل واحد. ولا عندكم شي اسئله ولا بغيتوني نطرق الموضوع من جوانب اخرى من غير هذه خليوها لي في الكومنت وان شاء الله غادي نجاوبكم. السلام عليكم.